صلي على النبي ونقول بسم الله كده. هو ده. بصراحة عمايل الفول في البيت بتبقى ممتعة جدا، خصوصا في الأجواء الشتوية اللي احنا فيها دي، ويا سلام لو عندي دماسة. أول حاجة عشان نعمل فول مدمس، زبدة، كهرمان، قولوا عليه زي ما تقولوا، مفهوش ولا غلطة. بجيب ربع كيلو من الفول المدمس من عند العطار أو الكيس الجاهز، وبحطه في شوية مية كده وأي حاجة على الوش بشيلها. بنقعه لمدة 5 6 ساعات، مطولش عشان القشرة متتشالش من عليه ويبدأ ينشف معايا. وبغسله كويس جدا مرة واتنين وتلاتة عشان السكريات اللي موجودة المسؤولة عن الغازات تضيع تماما. بعد ما يتنقع معايا بجيب الدماسه زي ما انتم شايفين، جايبها من خطاب جروب، سيب لكم رقم التليفون والصفحه في اول كومنت وبرده في الوصف بتاع الفيديو. بنزل بالفول زي ما انتم شايفين كده، عايزين تحطوا فول مدشوش مفيش مشكله. بحط حوالي ربع كوبايه من العدس الاصفر المغسول كويس جدا، جزرايه مبشوره، جزرايه صغيره كده، وطماطميه من غير القشر عشان القشر ما يطلعش معايا على الوش، فصين من التوم، رشه سكر، ونص عصير ليمونه، وقرن فلفل حراق صغير كده برضو عشان يضيع الغازات اللي موجوده في الفول. مش هنخسر حاجه، نحطها ونشيلها بعد ما يستوي تماما زي ما انتم شايفين. وبعد كده بنزل بالميه المغليه، ضروري جدا تكون ميه سخنه 3 اضعاف الفول، وببدا اسيبه على نار عاليه لحد ما يغلي معايا. بشغل البوتاجاز، وطبعا هشتغل على الشعله العاديه بتاعه البوتاجاز العادي، انا بس بوريكم الطريقه على البوتاجاز الكهرباء، واسيبه يبدا يغلي معايا. كل ما يحتاج ميه كل ما اديله ميه مغليه، ضروري جدا النقطه دي، واسيبهم يغلوا مع بعض. وبعد كده على نار هاديه جدا لحد ما يستوي 3 ساعات تقريبا. معلقه صغيره من الصلصه، معلقه كبيره من الكركم، ومعلقه ونص كبار من النشا، وشويه ميه، اقلبهم مع بعض عشان اوصل للون المميز اللي هوريه لكم دلوقتي اللي احنا بنشوفه بره. بس بعد ما الفول يستوي تماما على نار هاديه شمعه، معليش عليه النار. بصوا ما شاء الله شكله عامل ازاي، نموذج. عايز اوريكم حبايه حبايه عشان تتاكدوا ان هو طالع معايا زبده. حرفيا الموضوع ما خدش معايا غير ساعتين ونص، واخر ساعه دي غطيتها وطفيت عليها النار. بعد ما الفول بيستوي معايا بنزل بالخليط اللي انتوا شايفينه ده عشان يتقل معايا الفول. صلي على النبي ونقول بسم الله كده. هو ده. هو ده الشغل العالي، هو ده الفول بالاجواء الممتعه الرمضانيه الشتويه اللي انتوا شايفينها دي. حرفيا هيطلع معاكم في منتهى الجمال. بصوا ما شاء الله. عايز اوريكم كل التفاصيل في الفيديو عشان اللي يدمس فول في البيت يدعيلي. زي ما انتوا شايفين، اللي عنده اي اضافات عايز يحطها مفيش مشكله. بصوا ما شاء الله، حتى القشره زي ما انتوا شايفين متماسكه. بصوا الفول نفسه من جوه فاتح مش غامق، ولا اسود معانا ولا اي حاجه. تعالوا نحط بقى طبق كده مع بعض ونعيش الاجواء. الكبشه الحلوه بتاعتنا، عايزين تهرسوا الفول اهرسوه، عايزين تضربوه بالهاند بلندر في الخلاط اللي يعجبكم. نحط طبق حلو كده زي ما انتوا شايفين، ونهرس بالشوكه، هيتهرس معاكم وهيطلع كريمي زي ما انتوا عايزين بالظبط. اهرس بالشوكه بقى، ادي شويه ملح، شويه كمون، شويه شطه، معلقه خل صغيره مع نص عصير ليمونه، واديها يا باشا شويه طحينه، طحينه وملح وخل وكمون وعصير ليمون وفص توم، شويه ميه، كاننا قاعدين على عربيه الفول بالظبط. بصوا ما شاء الله طالع عامل ازاي، كريمه. عيش سخن بقى وبالهنا والشفا. يا سلام لو شوحتوه مع بصلايه وفص توم وشويه خل على النار، هيطلع في منتهى الجمال، هيعجبكم جدا. اللحظه اللي انا بحبها جدا ان انا ادوق. عايز اقول لكم حرفيا 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 الفول زبده. بسم الله. عايز اقول لكم بقى ان الفول الجميل بتاعنا ده احنا عاملينه في الدماسه القمر دي. الدماسه دي الالومنيوم، انا جايبها من خطاب جروب. هسيب لكم اللينك بتاعهم تحت في اول كومنت. خطاب جروب للادوات المنزليه، عندهم مجموعه عروض حلوه جدا. الدماسه الحلوه دي من عندهم، انا جبتها بصراحه عشان ادمس فيها الفول ونجرب بقى الفول في الدماسه بيبقى حلو ولا لا. هو فعلا حلو جدا. وعايز اقول لكم الفول فعلا استوى معايا بسرعه، استوى معايا تقريبا في ساعتين ونص بالظبط، ما خدش معايا وقت. جربوه وان شاء الله هيعجبكم جدا. ادخلوا على صفحه خطاب جروب وشوفوا المنتجات، شوفوا المكان عامل ازاي، شوفوا الخصومات اللي موجوده عندهم، واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده. كل سنه وانتم طيبين، السلام عليكم.